السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائي الأعزاء. هنا آسيا، هنا قطر، هنا افتتاح ولا أجمل، افتتاح رائع جدا كما عودتنا قطر بكأس العرب، بكأس العالم اللي كان خرافي جدا. افتتاح مرة أخرى ولا أروع. أيضا لفتة جميلة وعبارات إنسانية رائعة جدا. حسن الهيدوس بدل ما يحكي قسم اللاعبين بيعطيه لكابتن منتخب فلسطين مصعب البطاط يحكي هو قسم اللاعبين، في لفتة ولا أروع. أعلام فلسطين منتشرة بالمدرجات، ملعب لوسيل ملعب ولا أروع. احتضن نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، واليوم كانت مباراة قطر ولبنان، كانت مباراة رائعة جدا على الرغم من أنها مباراة افتتاحية. دائما بالمباريات الافتتاحية تعودنا بتكون التنافس قليل جدا، الكل يعني بيبحث انه يحافظ على نظافه شباكه بالدرجه الاولى، ثم افتتاح التسجيل. منتخب قطر بلش هاي المباراه تدريجيا، بدايه المباراه كانت مختلفه عن وسط المباراه عن نهايه المباراه، ولكن خرج بالمطلوب، خرج بثلاث اهداف. اكرم عفيف بسجل هدفين، المعز علي بسجل هدفه العاشر باسيا، هداف العرب في اسيا على بعد 4 اهداف من الرقم التاريخي لهداف كاس اسيا. ارقام بالجمله مميزه للمنتخب القطري. المنتخب القطري يسير بنسق تصاعدي، يبعث رساله لكل المنافسين بالمجموعه وبالبطوله بشكل عام، انه انا مش جاي بس اتصدر المجموعه، لا، انا جاي انافس على اللقب، احافظ على لقبي اللي حققته ب 2019 رغم كل الانتقادات اللي طالت قطر واللاعبين والجهاز الفني وتغيير مدربين. ولكن قطر عاد بقوه، على العكس منتخب لبنان بدأ المباراة بشكل جيد جدا، ولكن ربما خانت اللياقة البدنية بعض اللاعبين أو عديد اللاعبين. يعني أنا أتساءل، منتخب زي لبنان منتخب شقيق وعريق ونكون له كل الاحترام والتقدير، ولكن أين التحضير لهكذا بطولة؟ أين التحضير البدني، التحضير الذهني، التحضير النفسي للاعبين؟ المطلوب من لاعب كرة القدم التركيز لمدة 90 دقيقة. هفوات، شفنا اخطاء فادحه جدا. هدف المعز عليه تابعوه على اليوتيوب، شوفوا كيف الخطا بين قلبي دفاع لبنان حوالي في 4 متر، سياره بترمح بيناتهم. فخطا يعني بالشوارع، ما يعني مش المفروض انه يكون فيه هيك خطا، مع انه لبنان كان بالشوط الاول نفذ الضغط العالي بطريقه ولا اروع، كان منتشر وكان مميز بالدفاع. لعب طبعا المدرب بخطه 3-5-2، قابلوا قطر 4-2-3-1، ولكن 3-5-2 بدك يكون عندك الظهيرين او الجناحين يكونوا سريعين جدا، يساندوا الدفاع ويساندوا الهجوم بالوقت نفسه. هذا الحكي ما شفناه بمنتخب لبنان، على الرغم من انه لبنان اضاع العديد من الفرص، ولكن كان يفتقد المهاجم اللي يترجم هاي الفرص. مش مهم انا اصنع 40 فرصه بالمباراه، المهم انه انا اصنع فرصتين واستغلهم، يكون في عندي نجاعه. منتخب قطر يمكن صنع 5 فرص او 6 فرص فقط في المباراه، سجل منهم 3 اهداف، يعني نجاعه هجوميه ولا اروع. شفنا كيف اكرم عفيف يستغل الاخطاء، المعز علي كذلك الامر. فالمنتخب القطري الشقيق اليوم اكد انه منتخب مش يعني كل الانتقادات رماها ورا ظهره، كل الحكي وكل التجهيزات والتحضيرات على ارض الميدان. شاهدنا منتخب قطري بيمشي بنسق تصاعدي حتى بالمباراه نفسها. المدرب تعامل بذكاء مع طبيعه المباراه، مع دقائق المباراه، قسم المباراه الى 3 اجزاء، اول 25 دقيقه، بعدين اول 30 دقيقه، وهكذا. حتى تبديلات المدرب، تبديلات كلها كانت في محلها، تبديلات لتوزيع الجهد، لانه بطوله مجمعه عندك 7 مباريات ب20 يوم، فرقم مهول جدا. يجب توزيع الجهد على جميع اللاعبين، خاصه كمنتخب قطر، كوضعيه منتخب قطر منتخب جاي زي ما حكيت ينافس على اللقب، مش جاي بس انه ضيف شرف او يتاهل كمتصدر للمجموعه. اللقاء القادم امام طاجكستان المطلوب الفوز، والفوز بنتيجه كبيره جدا. طبعا المنتخب اللبناني الشقيق المطلوب منه بالمباراه القادمه امام التنين الصيني التركيز. يعني بدك تلعب دفاع، العب دفاع، ما عندنا مشكله، ولكن اعرف كيف تدافع. زي ما حكيت خطه 3-5-2 بدها لاعبين يناسبوها، مش اي مدرب بيختار هاي الخطه وبفوز فيها، لا، على الاطلاق. لازم يكون عندك لاعبين يقدر يتماشى مع الخطه، ينفذ هاي الخطه على ارضيه الميدان. لبنان امام مهمه صعبه جدا، ولكن ان شاء الله انا متفائل بلبنان انه يتاهل للدور الثاني لاول مره بتاريخه. شفنا بالنسخه الماضيه روح يعني كان بينه وبين التاهل شعره، ولكن ورقه صفراء هي بس اللي ما اهلته. بينه وبين فيتنام احتكموا الاوراق للانذارات واكتشفوا انه فيتنام ماخذ اقل انذارات، لذلك منتخب لبنان امام فرصه ذهبيه. التعادل مع الصين هو مفتاح التاهل للدور الثاني ان شاء الله. ولكن بشكل عام كانت مباراه مميزه جدا، يعني مع انها مباراة افتتاحية، دائما المباريات الافتتاحية بتكون مملة جدا، على العكس اليوم كانت مباراة مميزة جدا، مباراة عامرة للاهداف، مباراة كانت برافو المنتخب القطري وهارد لك المنتخب اللبناني.
بنهاية هذا الفيديو إذا أنت أول مرة بتشوفني اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات والفيديو شاركه مع الأصدقاء. أيضا اكتب لي بالتعليقات رأيك بالمباراة، رأيك مين كان أفضل لاعب بالمباراة من الجانب القطري، شو كان ينقص منتخب لبنان اليوم لتجنب هذه الخسارة الثقيلة. طبعا كان معكم عمر أبو زيد، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.